ليونيل ميسي قال: لا أصدق أننا وصلنا إلى عام 2026 وما زلنا نشاهد مثل هذه التصرفات في مباراة نهائية قارية، أن ينسحب منتخب من أرضية الملعب ثم يعود بعدها بدقائق، فهذا سلوك طفولي لا يليق أبدا بقيمة النهائي ولا بتاريخ كرة القدم. قال: إن على كل الدول الإفريقية أن تعتذر للمغرب بعدما نجح في تنظيم بطولة قارية بمستوى عالمي من حيث البنية التحتية والتنظيم المحكم. وأكد رونالدو أن ما قام به منتخب السنغال سلوك غير مقبول ولا يمت للروح الرياضية بصلة. مبابي قال: أنا دائما أشجع المنتخب المغربي وأكن له احتراما كبيرا. ما وقع لإبراهيم دياز يمكن أن يحدث لأي لاعب في العالم، فهذه هي كرة القدم، لحظات قاسية لا ترحم أحيانا. إبراهيم لاعب كبير وموهوب، قدم كل ما لديه بروح قتالية عالية ولا يستحق كل هذا الضغط. أنا أتفهم ما يشعر به جيدا.